انت مش اي تي لو ما تعرفش import numbers. اهلا بيكم في الفيديو النهارده. لو انت بتشتغل في الاي تي او حتى مهتم بالتكنولوجيا لازم تعرف شويه حاجات عن البورتات اللي بتستخدمها كل يوم. يلا بينا نشوف اهم البورتات واستخداماتها. اول بورت معانا هو بورت 80 واللي بيستخدم في ال HTTP اللي هو بروتوكول Hyper Text Transfer Protocol. ده الأساس في التواصل عبر الإنترنت لما بتفتح أي موقع ويب. البورت اللي بعده هو بورت 443 وهو مخصص لل HTTPS اللي هو نفس ال HTTP بس فيه طلقة أمان زيادة بيشفر البيانات عشان يحميها من الاختراق. بورت 21 بيستخدم لل FTP أو بروتوكول نقل الملفات. ده بروتوكول شبكة عادي بين الملفات بين العميل والسيرفر. نروح بقى لبورت 22 اللي بيستخدم لل SSH أو Secure Shell. بيوفر طريقة آمنة للوصول وإدارة الأجهزة عن بعد، وده ممتاز لأدمن الأنظمة اللي بيشتغلوا على السيرفرات. بورت 25 بيستخدم للسيمبل ميل ترانسفير بروتوكول لل SMTP، وهو بروتوكول اللي بيستخدم لإرسال الرسائل البريدية بين السيرفرات. بورت 53 ده بتاع DNS Domain Name System، بيحول أسماء النطاقات زي هوبي.com لعنوان IP اللي الكمبيوترات بتستخدمه عشان تتعرف على بعض في الشبكة. بورت 67 وبورت 68 بيستخدموا ال DHCP أو Dynamic Host Configuration Protocol، يخصص عناوين IP للأجهزة في الشبكة تلقائيا، وده بيسهل عملية الاتصال. بورت 23 ده بتاع تيلنت، ده يسمح بوصول أجهزة الكمبيوتر أو الشبكة عن بعد بس مش آمن قوي بالمعايير الحالية. بورت 110 بيستخدم للبوب 3 أو للبوست أوفيس بروتوكول فيرجن 3، بيسمح لبرامج البريد الإلكتروني إنها تجيب رسائل من السيرفر. بورت 143 ده بتاع الآيماب أو الإنترنت مسج أكسس بروتوكول، على عكس البوب 3. IMAP بيسمح لك تدير وتشوف الرسائل مباشرة من سيرفر البريد، وده ممتاز لو بيتفتح ينيلك من أجهزة متعددة. البورتات 161 و 162 يستخدموا لل SNMP Simple Network Management Protocol، بيستخدم لإدارة ومراقبة الأجهزة في الشبكة زي الراوترات والسويتشات. بورت 3389 يستخدم لل RDP أو الريموت ديسكتوب بروتوكول، بيسمح لك تتصل بسطح مكتب كمبيوتر تاني عن بعد، وده بيسهل حل المشاكل أو إدارة الأجهزة عن بعد. بورت 389 بيستخدم لل NDAD Lightweight Directory Access Protocol، هو بروتوكول الوصول والحفاظ على خدمات الدليل الموزعة زي الدليل النشط بتاع مايكروسوفت أو اللي هو الأكتيف دايركتوري بتاع مايكروسوفت. بورت 123 Network Time Protocol NTP، بيوحد الساعات بتاعة الكمبيوترات في الشبكة عشان يتأكد إن كل الأنظمة عندها الوقت الصح ونفس التوقيت. وأخيراً بورت 445 وبيستخدم في ال SND أو Server Message Block، بيسمح بمشاركة الملفات والتوضيعات بين الأجهزة في الشبكة. فهم البورتات ديت واستخداماتها مهم جداً لإدارة وتأمين الشبكات. شكراً على المشاهدة. لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف محتوى تكنولوجيا أكتر.